في الفيديو ده خلينا نشوف مع بعض كده مدى خطورة باتمان في الوقت المناسب. السبب اللي بيخلي البريب تايم او حتى باتمان نفسه حاجة خطيرة جدا هو الطريقة اللي بيواجه بيها اعدائه. يا جماعة كلنا لما بنتكلم كده عن باتمان ضد اي حد اكيد بنسمع جملة بريب تايم، زي مثلا مين اللي هيفوز في قتال بين ايرون مان وباتمان. لو معاه البريب تايم باتمان هيكسب ايرون مان. طب لو الاتنين معاهم وقت للتحضير، وكمان اكيد شفتوا الميمز اللي بتقول ان باتمان بالبريب تايم يقدر يهزم الكون كله لوحده. ورغم ان الحاجات دي مجرد هزار، بس السؤال هنا فعليا البريب تايم بتاع باتمان قوي لدرجة ايه؟ في البداية كده يعني ايه اصلا البريب تايم عند باتمان؟ البريب تايم او وقت التحضير هو مصطلح بيتم استخدامه علشان خاطر يعبر عن الاستعدادات اللي باتمان بيعملها قبل ما يواجه اعدائه. واللي بيخلي الموضوع خطير ان لو باتمان خد وقت كفاية للتحضير يقدر يهزم اي حد مهما كانت قوته. المفهوم ده موجود مع شخصية باتمان من زمان جدا، لأننا كلنا عارفين إنه مجرد بشري، وعلشان يقدر يواجه أعدائه اللي بعضهم بيكون عنده قدرات خارقة، فبيعتمد على التخطيط والاستراتيجيات اللي بيستخدمها. لكن رغم إن الفكرة دي موجودة من الأول، فالكوميكس اللي فعليا خلت البريب تايم حاجة مشهورة جدا كانت ذا دارك نايت ريتيرنز من تأليف فرانك ميلر. في القصة دي باتمان قرر يواجه سوبرمان، وعلشان خاطر يهزمه جهز خطة عبقرية جدا، فلبس بدلة مدرعة علشان خاطر تعزز قوته البدنية، استعان كمان بأوليفر كوين جرين آرو علشان خاطر يساعده، جهز سهم مصنوع من الكريبتونيت علشان يقدر يوقف سوبرمان. والنتيجة ايه؟ باتمان بالفعل كسب المعركة. ومن هنا بدأت فكرة بريب تايم باتمان تتطور، وناس كتير بدأت تشوف ان لو باتمان خد وقته في التخطيط ممكن يهزم اي حد مهما كان قوي. الحاجة الأهم في شخصية باتمان، واللي رغم إن ذا دارك نايت ريتيرنز كانت السبب في انتشار فكرة البريب تايم، إلا إن الحدث اللي خلى الفانتوم يجن جنونه بجد بخصوص الفكرة دي كان تاور اوف بابل. في القصة دي بعد ما باتمان حس إنه اتخان من الجاستس ليج بسبب إن هما مسحوا جزء من ذاكرته، بدأ وقتها يحس بالخيانة، وقرر إن هو يحضر خطة احتياطية علشان خاطر يقدر يسيطر على أي عضو من الجاستس ليج لو خرج عن السيطرة. لكن الكارثة ان الخطة دي اتسرقت من باتمان على يد راس الغول، واستخدمها ضد الجاستس ليج علشان يبعدهم عن طريقه وينفذ خطته الشريرة. وده بقى كان الحدث اللي خلى الناس تبدأ تتجنن على فكرة البريب تايم بتاعت باتمان، لأنهم شافوا بعينهم قد إيه الأبطال الخارقين كانوا عاجزين تماما لما استخدمت خطته ضدهم. زي مثلا مارشن مان هانتر جسمه كله كان بيولع بالنار وما قدرش يتحرك، جرين لانترن كايل راينر ما قدرش يلاقي الخاتم بتاعه، ذا فلاش والي ويست دخل في حالة تشنج بسرعة الضوء وما قدرش يعمل أي حاجة. فليه خطط باتمان الاحتياطية كانت فعالة جدا؟ السبب اللي بيخلي البريب تايم بتاع باتمان او حتى باتمان نفسه حاجة خطيرة جدا هو الطريقة اللي بيواجه بيها اعدائه. باتمان مش بس بيعرف اكتر من 100 نوع من فنون القتال، لكنه دايما بيعتمد على التخفي والهجوم المباغت، يعني بيقضي على اعدائه قبل ما حتى ياخدوا بالهم ان هو موجود. لكن لما بيواجه ميتا هيومنز اقوى منه بكتير، باتمان مش بيحاول يتفوق عليهم بالقوة البدنية، بالعكس هو دايما بيدرس نقطة ضعف كل واحد فيهم وبيستغلها ضده، وده اللي بيخليه مرعب بجد، على عكس أبطال تانيين اللي دايما بيحاولوا يقاتلوا منافسيهم وجها لوجه. وأبسط فكرة على دي هو ايرون مان، لما بيحاول يوقف هالك كان بيستخدم هالك بوستر، لما بيواجه ثور بيطلع برضه بالهالك بوستر، ولو عايز يحارب ماجنيتو كان بيستخدم بدلة مصنوعة من مواد غير معدنية علشان ما يقدرش يتحكم فيها. بمعنى تاني ايرون مان دايما بيحاول يساوي نفسه بقوة خصومه، لكن باتمان مختلف تماما. فازاي باتمان بيلعب على نقطة ضعف خصومه؟ باتمان مش بيحاول يخلي المواجهة عادلة، بالعكس هو دايما بيحاول يخلي خصومه في موقف اضعف منه. مش بس بيجهز خطط احتياطية لكل واحد فيهم، لكنه بيستغل نقاط ضعفهم باقصى شكل ممكن علشان يجبرهم على الهزيمة. وفي حالة الجاستس ليج ده اللي عمله بالظبط، استغل ضعف مارشن مان هانتر ضد النار وخلى جسمه يولع بشكل مستمر، عطل جرين لانترن كايل راينر عن استخدام الخاتم بانه خلاه اعمى، صنع رصاصه خاصه تخلي ذا فلاش يدخل في تشنجات بسرعه الضوء فيشل حركته تماما، عرض سوبرمان للكريبتونيت الاحمر اللي خلى جلده شفاف وزود حواسه بشكل غير محتمل فخلاه عاجز تماما عن الحركه. باتمان مش بس بيعتمد على القوة البدنية، لو مش لاقي نقطة ضعف جسدية لخصمه مش هيتردد لحظة في استغلال نقطة ضعفه النفسية أو العاطفية، زي قبل كده لما هدد دارك سايد بتفجير ابوكاليبس لما ما سابش سوبر جيرل، كمان لما رمى لويس لين من فوق مبنى علشان خاطر يخلي سوبرمان يفوق بعد ما فشل في افاقته باستخدام الكريبتونايت. حتى نقطة ضعف باتمان نفسه استغلت ضده لما راس الغول استخدم ذكرى موت والديه كتهديد ضده علشان ما يقدرش يهزمه.
فهل البريب تايم بيخلي باتمان لا يهزم؟ بما ان باتمان قدر يهزم ابطال خارقين اقوى منه، هل ده معناه انه لا يقهر؟ هل كل خطة بيحضرها لازم تنجح؟ مبدئيا كده بالنسبة ان باتمان لا يهزم، رغم ان باتمان بعبقريته والخطط بتاعته بيقدر يهزم خصوم اقوى منه بكتير، ولكن ده مش معناه انه لا يهزم. البريب تايم مش سحر، لكنه اداة بيستغلها باتمان باقصى درجة، ومع ذلك مش دايما خطته بتنجح 100%. في أكتر من مرة خطة باتمان فشلت أو اتقلبت ضده. في تاور أوف بابل رغم إنه كان مجهز خطط تهزم كل أعضاء الجاستس ليج، إلا إن خطته نفسها اتسرقت واتقلبت عليه. في أحداث انفينيتي كرايسيس لما باتمان حاول يراقب كل الأبطال الخارقين، وصل ده لإنشاء براذر آي اللي خرج عن السيطرة وتسبب في فوضى ضخمة. وكمان رغم إنه كان مستعد للجوكر، إلا إن الجوكر قدر يهزمه بسمومه وأجبره إنه يلجأ لتحالفات غير متوقعة علشان خاطر يقدر يتصدى ليه. في جاستس ليج دوم تم تعديل بعض خططه علشان تبقى مميتة أكتر، وده خلى الأمر يخرج عن سيطرته. فباتمان أقوى من خصومه؟ لا طبعا مش دايما، ورغم إن باتمان مش عنده قوة خارقة، لكنه عنده أهم سلاح: ذكائه الحاد ودهائه في القتال. هو بيعتمد على دراسة خصومه وتخطيط المعارك قبل ما تحصل، ولكن لو اتمسك وهو مش مستعد ممكن يخسر بسهولة. هل كمان باتمان ممكن يواجه أي كائن مهما كان؟ على الورق باتمان دايما بيحاول يلاقي طريقة لهزيمة أي خصم، لكنه في بعض الحالات بيبقى صعب جدا يوقف أعداء بقدرات غير محدودة زي دارك سايد. حتى مع ذكائه باتمان ما يقدرش يواجه دارك سايد في معركة جسدية، لكنه بيعتمد على التكتيك والتهديد علشان يكسب. سوبرمان في حالته الكاملة في بعض القصص لما سوبرمان بيوصل لقوته القصوى بدون أي قيود، باتمان بيعتمد على تحالفات أكتر من إنه يواجهه وجها لوجه. الكائنات الكونية زي سبيكتر وكمان دكتور مانهاتن دول كائنات عندها قدرات غير محدودة، ومهما كان باتمان ذكي مش دايما يقدر يوقفهم. وفي النهاية هل البريب تايم عامل حاسم ولا مجرد مبالغة؟ الحقيقة ان البريب تايم عامل مهم، لكنه مش حصانة مطلقة ضد كل حاجة. باتمان مش دايما بيدخل معركة وهو عنده خطة مثالية، واحيانا بيضطر يتصرف في اللحظة نفسها. ولكن السبب اللي بيخلي الناس تبالغ في قيمة البريب تايم هو انه بيقدر يهزم اعداء اقوى منه بذكائه وتخطيطه، وده اللي بيخليه بطل استثنائي.